إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد يا مولانا كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا مولانا فإن نعمك لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد يا الله كلما أشرقت الشمس وأتى علينا النهار والليل يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وناصحا للأمة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو ثاني لقاء بيني وبينكم، وأشكر الله على ذلك أن وفقني بأن يكون بيننا لقاء آخر، وأشكر من كان سببا في ذلك، وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق. كنا تحدثنا في الخطبة الماضية عن فوائد الصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على الأجر العظيم بسبب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على الرجل الذي يرفع إليه الأعمال أهل الأرض 10 أضعاف لأنه يصلي على سيدنا محمد بصيغة لم يصلي بها عليه أحد من قبل. وأذكر هذه الصيغة لعلنا نكون قد استفدنا منها ونحافظ عليها. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن نصلي عليه. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. فمن قال هذه الصيغة مرة واحدة رفعت إليه أعمال أهل الأرض 10 أضعاف، أعمال أهل الأتقياء الأولياء الصالحين من أهل الأرض. فهنيئا للذي يذكره الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموضوع خطبتنا اليوم أيها الأحبة الكرام سنتحدث عن حقوق الأبناء على الآباء. حقوق الأبناء على الآباء. كثيرا من الأئمة يتحدثون عن حقوق الوالدين، ويتحدثون عن المشاغبات التي يفعلونها الأبناء وعدم الطاعة لأوليائهم. ولكننا دعونا نتحدث من الأساس في كيف نربي أبناءنا، كيف نتعامل معهم، ما هي حقوق الأبناء على الآباء. ماذا تقول؟ حقوق الأبناء على الآباء، هل لهم حقوق؟ نعم، لهم حقوق علينا، ولا بد أن نحافظ عليها، لأن ديننا الإسلامي دعا إلى ذلك، وخير البرية صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن للأبناء حقوق،
لا بد أن نتبعها كما علمنا الإسلام.